هاي، ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني جدا. فيديو النهارده زي ما انتم شفتوا في العنوان هنقدر نستغل الاجازه ديت اكبر استغلال، وكمان هنستفيد باكبر قدر من المعلومات اللي هتفيدنا، وفي نفس الوقت مش هنحس باي ملل باذن الله. فطبعا لو انتوا خدتوا الاجازه الف مبروك، والناس اللي لسه ما خدتش اجازه اكيد عندكم يوم او يومين هتقدروا برضو تستفيدوا من الفيديو ده. بس قبل ما نبدا الفيديو هطلب منكم طلب صغير قد كده، هو انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجه هتكلم عليها النهارده هي قراءه الكتب. ولو انتوا زي مش بتحبوا تقراوا كتب قوي هقول لكم على كذا طريقه هتحببكم في القراءه، زي مثلا ان انتوا ممكن تقراوا نوع الكتب اللي انتوا بتحبوها، سواء الخياليه او التعليميه او حتى المليانه مغامرات، بجد بتشد جدا. لو انتوا من النوع ده اقراوا الحاجات دي هتشدكم قوي، ساعتها هتحبوا قراءه الكتب جدا، وهتلاقوا نفسكم ان انتوا بداتوا بالتدريج تقراوا في الكتب. وتاني حاجه كلنا لازم نعملها بجد وبنطلع فيها كميه طاقه حلوه جدا، وان انتوا كمان هتبقوا مبسوطين وانتوا بتعملوها، وهي ان انتوا تبداوا تروقوا دولابكم وتتبرعوا بيه. ازاي؟ يعني مثلا في كده وقت بسميه عندي اسمه السيزون ده اللي هو بين فصل الصيف وبين فصل الشتاء. ببتدي مثلا اطلع الهدوم بتاعه الصيف او الشتاء، وببتدي اشوف اللبس اللي انا مش هلبسه تاني واللي بقاله فتره مركون عندي، وابتدي اجمعه وكمان اغسله واطبقه واكويه واظبطه من كل حاجه واحطهم في شنط شكلها حلو، وابتدي اتبرع عليهم. في نفس الوقت هتاخدوا ثواب كبير جدا، في نفس الوقت انتوا هتدوا القطعه دي لحد محتاجها، غير ان هي مركونه عندكم في الدولاب ومش بتستخدموها. كمان عشان تنزلوا تعملوا شوبينج وتجيبوا لبس جديد. وكمان ممكن ناخد كورسات، واللي هيسمع طبعا اسم كورسات هيقول كورسات احنا لسه مخلصين التعليم، يعني ناخد كورسات تاني؟ لا مش شرط، ممكن تاخد كورسات تعليميه او تاخد كورسات فنيه تطور من موهبتك لبعدين، او حتى تاخد كورس في حاجه انت حابب تشتغل فيها بعدين، زي مثلا الجرافيك ديزاينر ممكن تاخد فيه كورسات، وممكن كمان تاخد كورسات فنيه سواء الرسم والحاجات دي كلها. لو يا جماعه مش شرط تنزلوا اماكن بتدي كورسات، انتوا ممكن تاخدوا الكورسات دي عن طريق اليوتيوب اللي انتوا بتشوفوني عليه دلوقتي. بجد ده اكبر منصه موجوده عليها كل حاجه ممكن تتخيلوها، وكمان ببلاش، فانتوا عايزين ايه اكتر من كده؟ كمان هقول لكم على فكره حلوه جدا، هو انكم ممكن تطبخوا اكله او تجربوا اكلات. يعني لو انتوا من مصر مش لازم تجربوا الاكلات المصريه، جربوا اكلات مثلا فلسطينيه، جربوا اكلات سوريه، لبنانيه، ايطاليه، تركيه، وحاجات كتير. ممكن تجربوا اكلات جديده. ولو انتوا كمان بتعرفوش تطبخوا اكل مصري زي يعني جربوا تعملوا اكلات جديده. باختصار طلع الشيف اللي جواك. وكمان هقول لكم على حاجه حلوه جدا هتخليكم تنظموا يومكم ووقتكم، وفي نفس الوقت تستثمروا وقتكم صح، وهو انكم تبداوا تجيبوا مثلا تو دو ليست وتبداوا تكتبوا فيها كل حاجه تخص اليوم اللي انتوا هتعملوه او الاسبوع او الشهر، زي ما انتوا عايزين. البلان بتاعتكم هتبقى عامله ازاي؟ كل فكره تجيلكم حاولوا تكتبوها عشان مش تنسوها، وفي نفس الوقت تقدروا توصلوا للحاجات اللي انتوا عايزين تعملوها في فتره الاجازه، وتبقى قدامكم مش تكسلوا ابدا. وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان انتوا حاولوا كمان تنظموا اوضتكم او ترتبوها، وكمان تغيروا فيها حاجات بسيطه، لو خصوصا لو انتوا زي بتزهقوا من الروتين حاولوا تغيروا فيها حتى لو حاجات بسيطه. يعني لو انتوا مش معاكم ميزانيه ان انتوا مثلا تعملوا اوضه احلامكم، على الاقل حولوا حاجه فيها بسيطه، يعني مثلا تلزقوا حاجه، تغيروا لون الحيطه، تجيبوا حاجه جديده في الاوضه. التفاصيل دي بجد بتفرق وهتديكوا طاقه ايجابيه اكتر من ان انتوا قاعدين في المكان وانتوا مستريحين. وكمان هقول لكم على افضل وقت فعلا تقدروا تعملوا فيه سكين كير، هو الاجازه يا جماعه. بجد لان ده اكتر وقت بتقعدوا انتوا في البيت مش بتتعرضوا لاشعه الشمس، فكده تقدروا ان انتوا تعملوا سكين كير لبشرتكم وتشوفوا النتائج، وتبداوا تشوفوا وتهتموا ببشرتكم وبنفسكم اكتر. كمان ممكن تقصوا شعركم او تغيروا لون شعركم، ولو انتوا مش حابين ولا تقصوا ولا تلونوا مفيش مشكله خالص. النت مليان تسريحات كتيره جدا، ابداوا تعلموا تسريحات جديده واعملوها وشوفوا افكار وستايلات تليق عليكم. بالنسبه للمحجبات انا مش ناسياكم، تقدروا برضو تشوفوا ستايلات الطرح اللي تليق عليكم، والالوان الجديده تجربوها، الجريئه او الالوان الهاديه زي ما انتوا عايزين، وتعملوا ستايلات جديده وتشوفوها مناسبه ليكم ولا لا. على قد انها تفاصيل صغيره بس صدقوني هتفرق معاكم جدا. وكمان ممكن تعملوا تحديات عشان تحسوا بمتعه في يومكم، سواء مع اصحابكم او مع اخواتكم او حتى مع عائلتكم او حتى لوحدكم. يعني مثلا هقضي يوم كامل باللون الاصفر، هقضي يوم كامل باللون الازرق، باللون اللي انتوا حابينه، وتبداوا تصحوا من اول يوم ما تشربوش وما تاكلوش غير اللون ده بس، وتشوفوا بقى اليوم هيمشي ازاي. بجد الموضوع هيبقى كوميدي جدا، وممكن تشاركوه مع اصحابكم وممكن تشاركوه مع اهلكم زي ما انتوا عايزين. طبعا في تحديات تانية كتير، بس انا بقول لكم نوع من انواع التحديات الحلوه فعلا. عايزه اقول لكم ان انتوا تقدروا تعملوا رجيم او حتى تجربوا الاكل الصحي لمده مثلا اسبوع، وتشوفوا جسمكم هيتعود على ايه وتحبوا ايه والكلام ده كله. لو انتوا عايزين تقلوا في الوزن فده الوقت المناسب ان انتوا تعملوا كده. وكمان يا جماعه الرياضه، بس الرياضه مش فتره اجازه بس، الرياضه لازم تكون موجوده في حياتنا وطول حياتنا. بجد الرياضه دي هتخليكم تطلعوا كل الطاقه السلبيه اللي جواكم وتبقوا مليانين طاقه ايجابيه بس، وفي نفس الوقت جسمكم هيبقى حلو. ومش شرط للتخان او الرفيعين، لكل الاجسام
الرياضه مفيده جدا، ودي اكبر استثمار ليكوا ولصحتكم بجد. بس كده، يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. اكتبوا لي تحت في الكومنت لو انتوا جربتوا حاجه من الحاجات اللي انا قلتها النهارده في الفيديو، واستنوني الفيديو اللي جاي. باي باي.